السلام عليكم خواتاتي، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيت نقدم لكم تشيز كيك الأوريو بخطوات سهلة وطريقة مبسطة ملائم جدا لسهرة رمضان. قبل ما نبدأ الوصفة تاعنا نصليو على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبدأ. واش نحتاجو في المقادير؟ عندنا 90 غرام جاتو أوريو، حوالي 8 أو 9 حبات، 30 غرام زبدة دائبة، نصف ملعقة صغيرة جيلاتين، ملعقة صغيرة ماء مغلي، 20 غرام شيكولا بالحليب، زوز مغارف كبار كريمة الخفق، 125 غرام جبن كريمي، أنا استعملت الماسكربون، 30 غرام سكر ناعم، ملعقة صغيرة فانيليا، 100 غرام كريمة الخفق. بسم الله نبداو في طريقة التحضير. نبداو في الطبقة الأولى اللي راح تكون القاعدة. نرحيو الكاطو ومن جهة خلاف نحطو الزبدة تسيح على النار. الآن بعد ما رحينا الجاتو نجيبو بول نحطو فيه الجاتو ونزيدو عليه الزبدة اللي تكون دابت ونخلطوهم مع بعضاهم حتى نشوفو الجاتو تغطى بالزبدة بهذا الشكل. الآن نجيبو القالب اللي راح نخدمو فيه. أنا راح نخدم فيه هادو، ندهنها مليح بالزيت تحسبا باه ما يلصقوليش. الزيت ما راحش يأثر على الطعم تاع التشيز كيك. بهذا الشكل نجيبو الجاتو ونحطو حوالي 2 مغارف إلى 3. الكمية هذه اللي مديتها لكم خرجت لي 6 حبات بالمول هذا اللي خدمت بيه. والآن نجيبو أي أداة ونحاولوا نتكاو بها على الجاتو باه يحكم في بعضها كما موضح في الفيديو. الآن بعد ما فضينا نروحو نديوها للثلاجة ونخليوها حتى نكملو الطبقة الثانية. نحط صحنة ونحطو فيها الماء يكون مغلي، نحطو عليها الصحنة تاع الجيلاتين ونزيدو عليه مغرف صغيرة ماء يكون مغلي، نخلطوهم مع بعضاهم بعد نحطوهم بجهة إلى حين الاستعمال. الآن نحكمو الكاسرونة تاعنا نحطو عليها الشيكولا والكريمة ونديهم على النار يسيحوا. دوكا نجيبو بول نحطو فيه الجبن المسكربون ونزيدو عليه السكر الناعم ونبداو نضربو فيهم مع بعضاهم. الآن نزيدو المغرف الصغيرة تاع لافاني ونكملو نضربو. في المرحلة هذه نجيبو الشيكولا تاعنا بعد ما دابت ونزيدوها على الكريمة ونكملو نضربو. الآن نزيدو الجيلاتين
نجهّزوا كريمة الخفق اللي تكون باردة، نضربوهم، وفي المرحلة هادي ما نضربوهمش بزاف، مع نشوفوا الكريمة تاعنا بدات تتماسك نحبسوا. دوكا نجيو نحطو الكريمة تاعنا في لابوش ونخليوها بجهة، الآن نجيبو القالب تاع رايحين نخدمو فيه، ندهنوه على الأطراف بالزيت، ونجيبو الكريمة اللي خدمناها ونبداو نفرغوها فوق الكاطو بهذا الشكل. الآن نحاولوا نخبطوه شوية حباه يتساوى لينا السطح من الفوق، وبعد ما فضيناه نديوه يبات في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. هذا هو التشيز كيك بعد ما خليناه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. الآن نجيو نحيوه من المول ويتنحى بكل سهولة. شوفوا ما شاء الله كيفاه جاو الطبقات. دوكا نروحو للتزيين. انا دوبت لهنا شيكولا تكون داكنه ونبداو نعملو في خطوط بهذا الشكل. التزيين يبقى اختياري. ونجيبو الشيكولا تاع الطلاء ونعمل وردات من الفوق. نجيبو حبه من الكاطو نقسموها على جوج ونكملو بها التزيين. وهذا هو التشيز كيك تاعنا بعد ما فضيناه. شوفوا ما شاء الله كيفاه جا. وفي الاخير اخواتاتي ما تنساوش تخليوا لي جيم وكومونتير يهبل كيفكم. مع السلامه، استودعكم الله.